بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل عليك سيدنا محمد. الفيديو ده مش عايزاه يفوتكم خالص. الفيديو ده هنعمل عيش مرحرح ولا ما فيش اي مشاكل، من غير اي مشاكل. اللي ما تعرفش تريح هتعمل عيش مرحرح. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بس انت شوفي الخطوات اللي انا هعملها معاكم وكلهم زي البلالين. الله اكبر. طالع العيش ما فيش رغيف الا لما هو لما منتفخ وباين عليه اهو. وديكم شايفين، وده على فكرة قمح كامل. بص الرغيف ما شاء الله عيش، هنقول لك قمح كامل، ولا رح ولا تعب ولا عذاب. اللي ما تعرفش تريح تيجي وعاوز تعمل العيش المرحرح تيجي، اللي عايزه تعمل في البوتاجاز برضو تيجي تشوف الفيديو ده. ولا رغيف هيف معايا ما حقاش. لو في رغيف من الارغف مثلا همسته وانا بنونه بالفش، لكن غير كده كله منتفخ ما شاء الله باذن الله. احلى عيش احلى عيش احلى عيش صراحه ما شاء الله. ومعلش نقطه دقيق زيرو. تعالوا نشوف كده الفيديو بالراحه كده مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا طبعا صاحيه الصبح بدري، ده جزء يا جماعه من الروتين اليوم. يعني احنا مثلا هنعمل المصلحه قدامكم دلوقتي في 20 حاجه هنعملها في اليوم غير ده، بس ده جزء صغنن. طبعا انا خلاص حطيت، طبعا ريحت الطير. انا طالما نزلت في الحوش فصورت لكم الحوش الطيور اللي في الحوش دي. بقى بسميها حله المهام الصعبه، اللي هي الحله دي بطلعها لما اكون عامله مثلا كميه طيور كتيره، لحوم كتيره، فبطلعها. انا بقى كنت عايزه نعمل كميه مرحرح كتير، والعجانه عندي مشغوله زي ما قلت لكم في الورق زي ما انتم عارفين. فانا طلعت الحله الكبيره دي ما شاء الله تبارك الله. هي الكميه كبيره بس الحله ما اعطيهاش الكاميرا، ما اعطيهاش حقها. طبعا حللت الدقيق زي ما انتم. الدقيق قمح ما حطاش عليه فينو خالص، ماشي. طيب وحطيت عليه كيسين بصراحه اللي هو البودر ده، اللي هو احلى حاجه، احلى من خميره العجينه على فكره، خلي بالكم من دي، ماشي. حطيت عليها كيسين. كيس واحد في الصيف ده كفايه خالص صراحه، حتى ما تخليش ريحتها. انت لو عايزه تعمليها الخميره البلدي يا ريت تعملي جيبي ده وتدوبيها وتبيتها من امبارح وتخمر تعجني بها على طول. هتديكي كأن ما يفوحش معاكي خالص، يبقى ما شاء الله يعني زي عيش الطابونه واحلى. لو انت مش عايزه تعملي مثلا باللي هو الخميره الفوريه دي. طب خلاص هنسيبها عجنتها عجنه حلوه ودعكتها دعكه تمام. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. عشان ما تبقاش فيها مخرزه ولا حاجه. وهوريكم قطعتها وانا هنقطعها. بس غطيتها طبعا ما فيهاش زيت ولا حاجه، بس هي الخميره وما حطيتش سكر انا، بس حته الملح ما هي محليه وحديها الخميره الفوريه. المهم بعد كده سبتهم طبعا، غطيتها غطيه كدابه بقى عشان خاطر الصيف مش محتاج. بصي بقللت الله اكبر، بصي منظرها ما شاء الله اختمرت تمام، مكملت طولتش خالص عشان خاطر دي كيسين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. المهم بعدين سبتهم خبروا وهتبتدي نقطع. تقطع بايه يا اسرار؟ هنقطع يا ست لما انت بالزيت عاوزه تحطي. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. صلوا على النبي. وبصوا اللي بيشوفني دلوقتي يحط لايك. الفيديو حرام نبقى تعبانين فيه ما نشوفش اي مقابل ولا اي لايك ولا اي حاجه للفيديو، حرام. اللي بيستفاد من حاجه يعني يساعدنا في ان فيديونا يتشاف والناس تشوفها. اللهم صل عليك سيدنا محمد. بصي انا ما متخناش لي قطعه يا اسرار. بصي يا ستي حته تخنت قطعه دي خلينا صراحه. في الصيف حاولي ما تتخنيش قطعه، ترهفي قطعه تاليه بقى تطريها هيسيح منك ويتعبك انت. وكمان لو كنت مبتدئه. طيب انا عشان خاطر الصيف انا متخنه قطعه حته بسيطه، مش للدرجه. خلاص هنقطع بالزيت ونردد على ايديا كده لحد ما قطعت المقدار كلها. احطها لي انت بقى ما تريحيش ازاي. احطها على المقارص وريتكم طريقتها، مالكمش سبله. اديكم بصوا عارفين الطريقه بتاعتها واعملوها. شوفي ارجع للفيديو اللي قبل ده هو هتلاقوا طريقه المقارص ولا اسهل ما يمكن. لو انت عايشه في فيلا مش هتعرفي تعمليها. هتبلي الورق وتدبيه ويبقى زي الفل، وتعملي على احلى عيش مرحرح والله ولا تتعبي نفسك. اللهم صل على محمد. بصي هي الاشكاليه هنا تحطي بقى الدبي قد ما ايدك تجيب على المقرصه. تبلي ايدك دقيق كده بس بالراحه، ما تمليش دقيق من فوق عشان ما يجيش بس كيفه وتدبي قد ما ايدك تقدر، قد ما ايدك تجيبه، ماشي. تدبيه لحد ما تملي به المقرصه كلها. وان كنت عايزه ارهف من اللي انا عاملاه صغر الكميه ودبيه للنهايه. صغر الكميه ماشي، او صغر قطعه الرغيف ودبيه للنهايه. المهم هندبهم كلهم، بس هندبهم صراحه بعيد عن الكاميرا عشان ما نطولش عليكم الفيديو. قد ما ايدك تجيب بس. وبعد كده هو هنشوف دلوقتي. انا طبعا ابتديت ما كنت من بدري، بس جيت قلت نصور لهم المنظر ده هو. تجيبي بصي ما شاء الله العيش. بصي الله اكبر. اللهم صل عليك سيدنا محمد. مرحرح ولا مش مرحرح ده يا جماعه؟ اللهم صل على محمد. بصي اللي عملتيه هنا يا اسرار، بتهزي المقرص عشان تنزلي من عليها الرده وتضمني ان هو مش لاصق وترميها على المطرحه. وبعد كده هو تعرفي ترحي عارفه لو نططت كده هيترح معاكي بالراحه كده، بالراحه خالص كده هتلاقي نفسك ترح معاكي.
ما عاوزاش تريحيه انت، دباه كده فل، هتروحي دوبك تحطيه على المطرحه دي وترميه على الفرن على طول وتفرجي بقى على العيش. وان كنت عايزاها رغيف عني بتاعي اللهم صل على محمد، ولا رغيف الا ما مهيف معايا، عمره ما في رغيف منهم ايه عامل. ودقيق قمح، يعني في ناس تقول لك دقيق القمح تقيل ما بينتفخش، لا، ولا رغيف الا هو منفوخ ما شاء الله تبارك الرحمن، ورغيف كده حلو كده من جوه زي العسل. والطبقتين ما فيش طبقه رغيفه وطبقه كده زي مساويين بعضيهم، اللهم الله اكبر يعني. وبص ما شاء الله. ايه تاني؟ بس بعدين طبعا سميت طبعا بص منظر تحفه. انا ما ركزت لكمش لان انا عامله فيديو كامل ليه للمرحرح. بصي ما شاء الله البركه، الله اكبر، طالعه ازاي، الله اكبر تتاكل يا جماعه. بصي لقمه نظيفه تدخليها تعمليها، عارفه لو ملخبطه تاكليها انضف من اللي نشوفها بره ده. وكمان حتى السياحي مجلد عشان تاكليه صعب المضغ، وصعب ما يغمس معاكي يعني كده. بس فهذه بصي البركه دي. انا على فكره نطلع جزء من بره الثلاجه عشان الصيف وحر وكده، وبنعد هنوريكم. بص انا افتح لكم واحد من جوه عامل ازاي. بص ما شاء الله تبارك الله، ولا عودة كبريته ولا مش عارفه لا مؤاخذه حشره جوه العيش ولا كده. بص حاجه نظيفه، الله اكبر. وبص الرغيف. طيب اللهم صل عليك سيدنا محمد. حاجتك في البيت نظيفه، اعمليها بايدك، اتعلم مره في مره تلاقي ايدك اتخدت وعملت. اللي ما عرفش يريح اعمل طريقتي دي. انا بقى طالما في مرحرح كنت جايبه سمك صراحه، قلت طالما في سمك يبقى نعمل شويه مرحرح. حطيت شويه خل، حطيت كمون عشان نعمل الدقه بتاعتها، وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت الثوم. ماشي خلاص. ادي هذه خلطتي، وادي كمون، وحطيت حته كاري بسيطه. ماشي. والشطه دي شطه مطحونه، والملح بقى الظبط. الملح ايه زوديه حته، لان ايه انت مش هتاكلي الصلصه. وحطيت عليها طماطماي. بصل ما بحطش، وفلفل انا ما بحطش. لو عندي جزر بحط جزر صراحه، وخضره كمان. طب بعد كده هو ايه رحت طبعا كنت انا طبعا نظفت السمك مش في الفيديو يعني. المهم نزلت بقى لتحت على عند الفرن، على الفرن الحديد. نفعني صراحه وشاف علي، الله اكبر، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. انا بص بنظف السمك كله بفتحه. في ناس ما تفتحهاش، انا ما نحبش صراحه اللي مش مفتوح. يعني هو ولا يحصل حاجه، اديكم شايفين ولا يتفتفت مني في الفرن ولا حاجه، هيبقى زي الفل. دي البطارخ اللي انا وريتها لكم، دي بطارخها من جوه. انا ننظف ونسيبها من جواها كده، بحيث هي ما تتوهش مني وما تتحرقش مني، تفضل من جواها. وانت بتاكلي السمكه تلاقيها. عاوزه تحشي السمكه احشيها. انا يعني ساعات نحشيها مثلا نبقى بشره فلفل وجزر وشويه ثوم وكده، ونحشيها من جواها. بس انا المره دي ما حشيتهاش، بس اللي هو حاطه شويه الملح بس على الرده وقلبتهم فيها، والله اكبر وما شاء الله عليك محمد. والفرن تبقى حاميه خالص. وارمي بقى يا سيدي. والريحه عاد تشتغل، الله اكبر، اللهم صل على محمد. مفيش ريحه زفاره، وكل اللي بياكله صراحه بيشهد بيه. طبعا انا سبتهم شويه، ما قلبتهمش على طول، سبتهم شويه لحد ما مسكوا نفسهم، ابتديت نقلبهم بالراحه. بصي ما ياخدش حاجه زي اللي في شهر السمك، ولا محتاج اساسا وقت. اللهم صل عليك سيدنا محمد. وما يهمكش نشف منك ما نشفش منك، هينزل في الخلطه دلوقتي هيمص كل اللي بتاع. معلش سامحوني في التصوير صراحه، انا مسرعه لكم من التصوير ان انا بصور بايد وبقلب بايد، فيعني اعذروني في الحته دي. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. بس نشوف تشجيع كده وتحفزوني، ونجيب نعمل امكانيات للقناه. اللهم صل على سيدنا محمد. بصي بعد ما سبتهم فتره حلوه وما شاء الله، اللهم صل عليك سيدنا محمد، بصي طلعوا ازاي. نرمي عاد بقى في الخلطه. عارفه وانا كنت نفسي نسمعكم الصوت ده. تطلع من الفرن حاميه، تنزل على ده ساخن. انا سخنته، خلوا بالكم لازم تغليه غلوه، ما تحطيش الزيت فيه غير لما يتغلي. ماشي بصراحه تكب مني وانا بعملهم. بصي اهو حطيتهم، وعشان خاطر ده ساخن، والصلصه او الصوص ده ساخن، اللهم صل على محمد. والسمك طبعا ساخن عشان ايه يتقدم على طول ساخن. وشويه سلطه جنبيه وطحينه. وعاوزه تعملوا رز اعملي، واحلى اكله ما شاء الله تبارك الله. بس اهم حاجه احنا في الاكله دي لازم يبقى فيه العيش المرحرح. الشمسي ما بينفعش معانا في الحاجات الخفافه دي. قالين بدنجان وسمك وحاجات من دي. الحاجات الخفافه دي لازم ليها المرحرح. احنا الغميس بقى والاكل العادي ده بنعمل العيش الشمسي. يلا كل سنه وانتم طيبين. والفيديو طالما شفتوا فيه مجهود، اللهم صل عليك سيدنا محمد، ما تنسوناش بقى في اللايكات.